بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان دلوقتي حابين نعرف نصلح ازاي الباور سبلاي دوت. طبعا انا في فيديوهاتي كنت يعني بشرح باستفاضة ان انا يعني ايه بتكلم بالتفاصيل، فالناس كانت بتزعل مني ان انا بطول في الكلام، فالفيديو دوت هنختصره ويا رب تكونوا تستفيدوا معلومة ان شاء الله منه. الباور سبلاي طبعا ده عطلان، في مشكلة هنتعلمه ازاي بتحلها. طبعا دوت تمنه غالي يا جماعة عشان تبقوا فاهمين، ده بالذات تمنه غالي يعني ما هوش رخيص. طبعا انا اشتغلت فيه فحبيت اعمل فيديو ان انتوا تتعلموا ازاي توصلوا للعمر. فطبعا المشكلة فيه طبعا عندك هنا طبعا الناس الجديدة، عندك هنا اللاين، هنا اللاين وهنا النيوترال، طبعا متوصل عليهم طرفين الكهرباء. ده خدت بالك بيطلع لك 24 فولت دي سي، بيطلع لك 13 امبير. طبعا الباور سبلاي ده مشكلته ان انت كل ما تحط في الكهرباء الفيوز يضرب. يعني طبعا نفكه، كل ما تحط في الكهرباء الفيوز. طبعا انا شايل الفيوز من هنا، هركب فيوز دلوقتي وهنشغله مع بعض ونشوف المشكلة. طب حطيت الفيوز، انا ركبت فيوز. طبعا الفيوز بتاعه، الفيوز بتلاقي دوت الاصلي بتاعه هتلاقي مكتوب هنا من فوق في الطرف اللي هنا 3 امبير. طبعا لما بتيجي تشغل انت فيوز، بتركب فيوز للتجربة، بتركب فيوز اقل، يعني هو 3 اصلا. فاللي انا مركبه ده 1 امبير، او بتخليه 1 امبير. اللي انا مركبه ده 1 امبير. واول ما بتحط الكهرباء شوف اللي هيحصل. انا بركب، حط الفيشة اهي، انتبه للفيوز، شوف ايه اللي هيحصل اول ما تحطه في الكهرباء. فيوز اهو، خدت بالك فيوز ضرب واسود. طيب هبتدي بقى نفك الباور سبلاي واحدد المشكلة بتاعته. طيب طبعا حتة الفك والتركيب انا هوقف الفيديو عشان مطولهوش، يعني اي حاجة محتاجة فك ومحتاجة تركيب ما هفكها. هوقف الفيديو عشان ما اطولش الفيديو، عشان ما بحبش التطويل في الحاجات دي. طبعا الفيوز اهو زي ما انت شايف، بص خد بالك اهو اسود اهو اللي انا لسه مركبه. طيب هنشوف المشكلة دي ونحددوها مع بعض. طبعا انا فكيت الباور زي ما انت شايف، فكيته من العلبة. طبعا شكله تحس ان هو معقد شوية اهو من تحت، كمان مكونات. هنبتدي. طبعا انت في الحالة ان هو الفيوز بيضرب، فمش محتاج ان انت توصل كهرباء، لان الحالة دي خلاص الفيوز شغلة الكهرباء مش هتنفع معاك، لان في حاجة كل شوية تضرب الفيوز. فهتشتغل على البارد زي ما بيقولوا، تشتغل على البارد. طبعا الفيوز ضرب، يعني معنى كده ان الكهرباء مدخلتش لسه يعني دوت مش هتلاقيه شاحن، مفيش شحن فيه ده اهو. ليه؟ لان الفيوز لما بيضرب ما بتلحقش الكهرباء المكثف يتشحن كويس. هنمشي يعني، هنعرف ازاي الخطوات دلوقتي. طيب انا عايز اطمن ان عايز اعرف او اطمن ان المشكلة قبل دايرة التوحيد ولا بعد دايرة التوحيد. المشكلة اللي بتخلي الفيوز يضرب، هنعمل ايه؟ هضطر اشيل دايرة التوحيد واركب فيوز واشغل واشوف الفيوز هيضرب ولا لا. خليكم معايا. طبعا تم فحص البريدج دايرة التوحيد وطلعت شغالة مفيهاش أدنى مشكلة، ونتجه للشرح دلوقتي. طيب أنا شلت دايرة التوحيد أهي، فكيتها من هنا. ركبت فيوز. طبعا انت الفيوز ممكن تحط سلكة رفيعة تلحمه بسلكة، بس أنا طبعا عشان بصور فيديو ركبت فيوز اهو. وادي الكهرباء، هضطر انت تشوف الفيوز، اقيس الفيوز شغال. هحط الكهرباء واشوف الفيوز هيضرب ولا لا. لو ما ضربش يبقى المشكلة بعد دايرة التوحيد. هنشوف الفيوز ما ضربش، قيس كهربتنا. طبعا ال AC هتحط طرف هنا، الفيوز واخد طرف، حط هنا 220.
معنى كده ان الشورت بعد دايرة التوحيد. الشورت خلاص بعد دايرة التوحيد. هنبتدي ايه نشيل كهربتنا. طبعا اللي هيقول لك هنا المكثف شاحن، المكثف في الحالة دي ما شحنش، لان المكثف اصلا الدايرة متشالة ومفيش حاجة وما بيشحنش. لو حطيت ايدك مش هتلاقي كهربا، لان دايرة التوحيد متشالة. يبقى مشكلتنا هنشتغلوا ورا، هنطلعوا قدام يعني بعد دايرة التوحيد. هنشوفه الشغل دوت هنعرفه ازاي. طبعا ما تقدرش تشتغل وانت حاطط الكهرباء لان الفيوز بيضرب، هتضطر تشتغل على البارد. هي دي الحتة المهمة في الفيديو، ازاي تحدد المشكلة على البارد كويس. طبعا هتظبط الافوميتر بتاعك على وضع البزر اللي هو الصفارة كويس. هتبتدي تخش على تشوف الارضي، تشوف المكثف الكبير كويس. المكثف كبير اهو. احنا قلنا في الحالة انت شايل دايرة التوحيد مفيش مكثف ما بيشحنش. الحالة التانية الفيوز بيضرب المكثف ما بيشحنش. خلاص هتيجي على المكثف الكبير وهتقيس الطرفين مع بعض كويس اهو. هتقيس الطرف ده الموجب والسالب بصفارة كده، عاطيني صفارة تقوم جاي عكس الطرفين، حط ده هنا وده هنا، الأحمر تعكس الأحمر والأسود، تحط تاني وتشوف كده عندك شورت في الدايرة. كده عندك شورت في الدايرة لازم تحله اهو. بقرب الكاميرا زوم عشان الناس تشوف. تيجي على الطرف المكثف، الطرف ده المكثف الكبير الإليكون اللي واخد من دايرة التوحيد، يعني دايرة التوحيد دي الأطراف بتاعتها داخلة على مكثف كبير هو ده. شوف خش عليه اهو، الطرفين ده الطرف ده الطرف ده، وتقيسهم بالبازر اهو. حط هنا الطرف كده صفارة تعكس الطرفين الأسود والأحمر هنا. كده في شورت عندك في الدايرة. الشورت بعد المكثف كويس بعد دايرة التوحيد. هتبتدي تخش هنا تحت نرفع شوية الزوم. هتبتدي تخش تحت، هتبص على أطراف المكثف الكبير فين. المكثف الكبير اهو، الأطراف بتاعته لازم تبقى عارفهم كويس جدا اللي هم دول ده وده. ما تجيش ممكن تقيس على أطراف تانية وفاكرها هي المكثف، لازم تبقى متأكد إن هم دول طرفين المكثف اللي هو ده واللي هو ده، هم دول. هتقف عليهم الافوميتر خلاص كده. عاطين اهو شورت كده، شورت كده، شورت في شورت في الدايرة عندك. طول ما المكثف دوت بيديك الصفارة على الطرفين على لما بتعكس الأطراف معنى كده إن في شورت. خلاص بتثبت الطرف السالب وبتمشي بالأحمر. هو ده السالب بتاع المكثف، سالب المكثف هناك اهو، وبتمشي بالأحمر. هنا مفيش حاجة، هنا الطرف ده عادي لأنه في طرف لازم هو واصل مع الأرض بالنسبة للديود. خش هنا 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 هنا، امشي على الدايرة هنا، خد بالك هنا، هنا مفيش، هنا هنا في، هنا هنا في، هنا في، هنا في، ترجع هنا في. إذا الديودات دي عشان على الطرفين صفارة. قيس هنا في، هنا في، هشيلهم وهقيسهم بره الدايرة وهشوف قصتهم ايه. وزي ما اتفقنا هنوقف الفيديو لما نفك المكونات. فكيت الاتنين دايود من الدايرة
طبعا خلي بالك ان الاتنين دول ليهم بولاريتي، ليهم قطبية، يعني انت لما تيجي تفكهم تبقى عارف الاتجاه بتاعهم ايه عشان تبقى واخد بالك. طبعا الفيديو مفيش تطويل في الكلام، مفيش كتر كلام عشان الناس بتزعل مني لما بتكلم كتير. خلاص انت عارف اهو. كده نقيسه، مفيش حاجة. ارجع اعكس الاطراف كده، خلاص ده سليم. اخد دوت، مفيش حاجة اهو. يعكس الديود يعكس الاطراف، مش هتفرق معاك. شوف الجنب التاني، عطاني صفار كده سليم، دول سلام. خلاص برجعهم تاني في الدايرة. خلاص معنى كده ان هما واصلين على الدايرة سلام، معنى كده ان لسه في حاجة تانية فيها مشكلة. نرجعهم تاني. خلاص يا اخوان، رجعناهم تاني زي ما كانوا ونفس الاتجاه. طب نبتدي نمشي زي ما كنا ماشيين ونتعلم ازاي نحدد العطلة دي اطراف المكثف. انا وضع الصفارة، نطفي اللمبة. خلاص طب زي ما قلنا في الأول، طرفين المكثف وهمت بتثبت المويه السالب كده، وتمشي تعيد بقى تخش على الدايرة تاني. طبعا دول فكناهم طلعوا سلام، لأن احنا لما عطينا كده بازر هنا عطونا بازر من الطرفين، ففكناهم بره الدايرة طلعوا سلام. نقيسوا حاجة تانية نمشي. طبعا الشورت يا جماعة بيكون يا إما ديود يا إما ترانزستور، يعني مسفت اي شيء. مش هيكون مقاومة، المقاومة بتدكش شورت في الدايرة، بتديك اوبن. فهو تركز على المكونات اللي هي السيمي كوندكتور اللي هي السودا دي، هي دي اللي بتعمل شورت، فانت تركز عليها في الدايرة. وممكن يكون مكثف بردك سيراميك عامل معاك شورت في الدايرة، مش تبقى فاهم يعني. ايوه، فطبعا الموضوع بياخد لك شوية وقت وشوية مهارة. ف طبعا هنا بتخش هنا كده اهو، مفيش هنا الطرف ده فيه، الطرف ده مفيش، الطرف ده فيه، الطرف ده مفيش. مكثفات الترانزستورات اهو، الطرف فيه الطرف مفيش. انتبهوا اوي المواضيع دي. هنا زي ما احنا قسناهم هنا مكثفات الديجيتال، الترانزستور الديجيتال اهو مفيش. يعني بيقيس طرف واحد بس الطرف التاني ما بيقيس، ولا الطرف التاني بيقيس. نفس القصة، الطرف ده ما بيقيس، طرف واحد يقيس، طرف تاني ما يقيس، طرف واحد بس هو اللي بيقيس اهو. خلي بالك. تمام. ترجع ورا شوية، خش هنا مفيش، هنا طرف واحد بيديك بازر وطرف ما بيديش يبقى شغال. خش هنا طرف ده مسفت، هنا اعطاني بتلات اطراف، تلات جهات اعطاني صفارة. هنا مفيش، يعني هنا في طرف اعطاني، الطرف التاني اعطاني، التالت معطانيش حاجة. التاني اللي جنبه ده اعطاني صفارة، اعطاني صفارة، اعطاني صفارة. يبقى لازم اشوف دوت افكه واشوف وضعه ايه في الدايرة. تمام. فكيت دوت الموسفيت، طلع موسفيت. طبعا بتعرف ان هو موسفيت من الاطراف بتاعته مكتوب لك الجي والاس والدي. الجي اللي هي الجيت، والدي اللي هي الدرين، والاس اللي هي السورس. ده بتعرف ان هو موسفيت على طول. طيب الموسفيت هنيجي نقيسه. المفروض في طرف في الموسفيت ما يقيس معانا، يعني الجيت ما تقيس مع اي طرف، الجيت ما تقيس مع اي طرف، يعني مع السورس ولا مع الدرين ما تقيس معاه. فهنشوف دلوقتي. انا هنحطه كده نجرب كده، كده مفيش.
هنا. شوفوا طيب، هو طلعت معانا شغال. خلينا نشوفه كده. المكثف شورت راح من هنا كده، الشورت في المكثف راح. ده المكثف وصل من هنا اهو، الشورت راح كده، الشورت اختفى كده، الشورت اختفى. الصفارة بتقطع يبقى الشورت اختفى. طيب معنى كده ان ده كان عامل مشكلة. اهوت، خلينا نقيسه. اعكس الاطراف طبعا. شوفوا ده عامل شورت. طيب يا جماعة، الملحوظة اللي انا لما جيت قيسته في الاول كنت بقيس من جوه. خلي بالك من النقطة دي. انا يعني انت بتقيس من هنا، ممكن تحط الميتر هنا في حتة زي عاملين عازل، واخد بالك لونها اصفر. الميتر لما بتحطه هنا ما بيوصلش، ما بيقيس معاك كويس. فانتبه، لازم تحط على الاطراف اللي فيها لحام قصدير عشان يقيس معاك صح. لان انا قيسته في الاول مقاس معايا عشان انا كنت حاطه على الاطراف دي. قيس دلوقتي معايا، انا هثبته بصبعي اهو كده. احط مثلا طرف في النص وهنا اهو، اعمل شورت. المفروض ما يقيس، المفروض الجيت ما تقيس يعني كده. في شورت حاصل اهو. فده اللي عامل الايه المشكلة اهو. شايف؟ لو حطيت جوه هنا على الحتة اللي فيها العازل مش هيقيس معايا. فانتبهوا النقطة دي كويس اهو. ده اللي كان عامل مشكلة. ولما قيست دلوقتي على المكثف الكبير الشورت راح اهو، اختفى اهو، اختفى. صفارة بتقطع هنا اهو كده. ده اللي كان عامل الشورت. وتعرفتوا ازاي طريقة تحديد الشورت في الدايرة، ان انت بتثبت اطرافك على المكثف، بتاخد ارضي وتمشي بالطرف وتشوف، وبعد كده بتطلع بره الدايرة وبتقيس البتاع. دي حتة مهارية لازم تكون عارفها وتتعلمها في مجال الصيانة، وبالذات في إصلاح الباور سبلاي، عشان بتريحك كتير أوي بدل ما تقعد تفك وتركب. يعني هي بتريحك، بتخش على العطل على طول. يعني دي نقطة كويسة للناس المبتدئة اللي لسه عايزة تتعلم في مجال الصيانة. وتحياتي ليكم، شكرا، ويا رب اكون مطولتش. ولو في اي تعليق ولا حاجة، انا كل التعليقات انا بقراها وبتوصلني على فكرة، ولو في اي ملحوظة انا بعدلها من نفسي. شكرا ليكم والسلام عليكم.